انا عندي قناعه ما لان انت بتقول بالظبط كده، لما احرمه دلوقتي فبكره لما يكبر هينفجر وهيعمل حاجات مش طبيعيه. ده فريم. بعض الفريمز دي بنسميها توكسيك فريم، اطار سام مسموم. انا مش عايز اعمل كده او بستسهل ان انا اعمل كده، فبحط التوكسيك فريم عشان لو حد كلمني اقول له كده. خد بالك انت دلوقتي حكمت ان انا اشيل منهم الموبايلات كابتن الولاد. مين قال كده؟ انا ما قلتش كده. العب واخرج واتفسح وانزل العب هنا وانزل العب نادي. انا وقفته عن حاجه بتضره. معلش، هو انت دلوقتي يا محمد لما انا قلت لك الميه دي مضره لابنك، هتديها له يشربها؟ طب لو عايز يشربها هتديها له؟ هتعمل ايه؟ هتعوضه. ليه؟ مش مصلحته. طب ما هو ممكن لما يكبر بعد كده ويخش الجامعه ما ممكن يشربها بقى، ما قدامه مفتوحه ومتاحه. طب ما هو ممكن يشربها. ما هتبقى متاحه قدامه. صح ولا غلط؟ اهو ده توكسيك فريم. غالبيتنا عاملينه. حياتك كلها كده على فكره، مش في دي توكسيك فريم كلها. لو بصيت لاي حاجه انت مش عايز تعملها هتلاقي ان انت عامل حواليها توكسيك فريم، اطار مسموم، عشان تاخد بيها حاجه انت ما تعملهاش. انا مره بتكلم في رمضان في محاضره للابهات والامهات عن نخلي ولادنا يصلوا، ولادك كلهم يصلوا. فقلت لهم ما تصلوا كله صلاه الفجر، يعني ننزلوا كل الصلاه. طب والفجر؟ لا ما بصحوش بصراحه، بيصعب عليا يصحيه. هو يصلي لهم يصحى. طب لو انت بتصحي المدرسه؟ اه طبعا ده المدرسه. طب ليه ما يصعب عليك؟ ما حرام برضه، ما تنزلهم بدري. نخليه. تخليني ايه؟ اشمعنى؟ توكسيك فريم. هو هيصحى دلوقتي يصليها كمان شويه، طب ما يروح المدرسه كمان، ما يروحش مدرسه اصلا. وانت مقتنع تمام الاقتناع ان اللي انت بتعمله صح. ولو ناقشت فيه حد مش فاهم هيقول لك صح، وياخد قناعتك دي يبتدي يطبقها على نفسه.